العقارات في عهد الملك فؤاد الأول. سنة 1922 الملك فؤاد الأول بقى حاكم مصر، والدولة بتحاول إنها تستقر بعد سنوات من الاضطراب. مش بس السياسة اللي كانت بتتغير، العمران كمان كان بيتطور. في عهد الملك فؤاد الأول الزراعة كانت عمود الاقتصاد المصري، لكن رغم كده كانت في حركة عمرانية بتتوسع بهدوء. الأحياء الراقية زي الزمالك وجاردن سيتي ابتدوا ياخدوا شكلهم اللي نعرفه النهارده. العقارات وقتها ما كانتش بنفس القوة الاقتصادية اللي موجودة النهارده، كانت استثمار النخبة. الملاك الكبار كانوا بيشتروا أراضي ويبنوا عليها قصور وفيلات، وده ساعد على ظهور شكل جديد للمدن الحديثة. مصر الجديدة مثلا اللي بدأها البارون إمبان قبل عهد الملك فؤاد الأول، وأثناء حكمه اتوسعت المناطق السكنية وظهرت تخطيطات للشوارع والميادين. حاولت أوصل لسعر متر الأرض كام وقتها، بس للأسف ما كانش فيه أسعار دقيقة متوفرة. ومن المعروف إن أسعار الأراضي في الأحياء الراقية كانت بتتباع بأسعار أعلى بكتير من باقي المناطق، خصوصاً القريبة من قصور الحكم والمراكز الحيوية. طبعاً اللوكيشن بيفرق، وفي الوقت ده ابتدت تظهر الشركات العقارية عشان تنظم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر احترافية. وده كان تمهيد للي حصل بعد كده من انفجار في سوق العقارات. عهد الملك فؤاد الأول كانت بداية ناعمة لحركة عمرانية لسه بنعيش نتائجها لحد دلوقتي. عايز تعرف أكتر؟ استناني الحلقة الجاية.